اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نزين البوديفور اللي عملناه مع بعض. هنزينه بشوكولاتة وفرماسيل ألوان كده. أنا بجيب قالب شوكولاتة وبكسره، وبجيب بولة ازاز وبحطها على حمام مائي، وبعد كده ببدأ أسيح بقى في الشوكولاتة، وبعد كده بحط لها معلقة كبيرة من الزيت. تمام. بتبدأ بقى ان هي كده قوامها هيتغير خالص، وببدأ بقى ان انا ازين البوديفور اللي عندي. جبت بقى البوديفور كده. انا بحب احشيه شوكولاتة ومن جوه كمان. انتوا ممكن برضو لو حابين تحشوا مربى بيبقى حلو قوي برضو. بس المربى طبعا مش بنكتر عشان بتخلي البوديفور طري. خلاص. الشوكولاتة بتحافظ على القوام بتاعه ومش بيطرى خالص. جبت بقى ايه بعد كده ما حشيت بقى البودي فور. ببدأ برضو احط شوكولاتة من بره واحطه في الفورماسيل. سهل جدا. وبعد كده بقى بنحتفظ بيه في علبة. ووقت ما نحب بقى نقدمه بنطلعه من العلبة وبنقفل العلبة تاني. خلاص زي ما انتوا شايفين كده. وبنحط برضو في الفورماسيل اللي عندنا. ممكن برضو بدل الفورماسيل الملون تحطوه في الفورماسيل اللي هو الشوكولاتة، برضو بيبقى حلو قوي. بصوا بالشكل ده كده. مش بنكتر شوكولاتة خالص وبيلزق في بعضه كده. وبعد كده بس بحط ايه شوية كده من فوق وبغطس في الفورماسيل على طول. بصوا بقى كده كنا خلصنا بقى. دي طبعا مش الكمية كلها، لا ده جزء منه. بصوا بقى شكله حلو ازاي وطعمه كمان خطير. بيبقى حلو قوي. بصوا بقى ما شاء الله الشوكولاتة مسكت في الفورماسيل. خلصت بقى كده. عملت بقى كمان من نواعي من العيد، عملت سابليه كمان بس ما نزلتلكوش الفيديو. سابليه تحفة وناعم وحلو قوي. جبت برضو قالب شوكولاتة، وبعد كده برضو سيحته برضو على حمام مائي. وبعد كده برضو معلقة واحدة من الزيت، وبعد كده بغطس في الشوكولاتة. طبعا طريقة التزيين بتبقى سهلة جدا. اهم حاجة بقى لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام. بعد بقى ما بحط كده السبلي في الشوكولاتة، بجيب بقى مفرش عندي او اي حاجة بتصفوا عليه البسكوت عشان ما يلزقش، وبعد كده بندخله التلاجة. يا ريت بقى لو مشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بعد كده بنصفي الشوكولاتة كويس وبندخله التلاجة. وبعد كده بقى بنجيب شوكولاتة بيضة وبنعمل بقى خطوط كده بالشكل اللي هوريلكوا في الاخر. بس بيبقى خطير. هنا بقى طبعا كنت طلعته من التلاجة وعملت خطوط كده بالشوكولاتة البيضة زي ما قلتلكوا. بس الطعم صدقوني حلو قوي وخطير كمان وبيدوب في البق. بس كده اكون خلصت الفيديو بتاعي معاكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.